السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال بصحة جيدة. كالعادة اليوم جبت لكم وصفة من وصفاتي السهلة والاقتصادية وأهم حاجة الناجحة، إن شاء الله اللي راح تنال إعجابكم. برك اللي دخل عندنا جديد كالعادة نقول له فضل منك وليس أمر، أرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد من الوصفات اللي ننزلوها، وكذلك لايك بعد مشاهدة الفيديو، تعليقكم آراءكم أي أسئلة في التعليقات وإن شاء الله راح نجاوبكم عليها. وصفتنا لليوم كما راكم تشاهدوا مسكوتشو بحجم عائلي، تحضريها في 5 دقائق فقط بالخلاط الكهربائي. تجي إسفنجية خفيفة ورائعة، واللي ما تنجح لهمش المسكوتشو ننصحهم بهذه الوصفة، إن شاء الله رايحة تنجح لهم. كما تشاهدوا تجي إسفنجية خفيفة عليكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندي 5 حبات بيض بحرارة الغرفة، ضفتهم هنا كما تشاهدوا. هنا كما تشاهدوا ضفتها في الخلاط الكهربائي 5 حبات بيض بحرارة الغرفة، وهنا عندي كاس إلا أصبع سكر، فاني ملعقة فاني أو فانيلا، كذلك ضفت ذرة ملح برك ما صورتهاش هنا كما تشاهدوا. خلطوا في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك ضفت كاس إلا أصبع كذلك زيت، ونخلطوها في الخلاط الكهربائي. هنا كما تشاهدوا راني نضيف في الزيت يعني تدريجيا، وكاس إلا أصبع كذلك حليب، وهنا الحليب بحرارة الغرفة. كذلك الحليب ضفنا كاس إلا أصبع. بعد ما خلطناهم في الخلاط الكهربائي نضيفوهم هنا في الكاسرونة باش نضيفو الفرينة. الكاس الأول هنا دائما نقربلو الفرينة تاعنا. ننصحكم دائما الفرينة يعني المسكوتشو أي إلا كنتو حابينها تجيكم مليحة لازم تكون الفرينة من نوعية جيدة. الكاس الثاني، وهنا درت 2 باكيات خمارة حلوى. كذلك الخمارة كما تشاهدوا مع الفرينة قربلتها. نرجع نذكركم درت 2 مع الكاس الثاني تاع الفرينة، نخلطو. هنا كما تشاهدوا خلط بالفوي فقط. والكاس الثالث درت كاس إلا ثلث، وهنا تبقى كل واحد حسب الفرينة، لأنه كاين فرينة تشرب كاين فرينة لا. ونواصلو نحركو الخليط تاعنا، ونكونوا وجدنا البلا هنا دهنتو بالزبده والفرينه باش ما تلصق. هنا كما تشاهدوا البلا تاعي القياس تاعو 28 على 24، يعني حجم عائلي حجم كبير. نضيفوا الخليط ونكونوا شاعلين الفرن. بعد نديروها في الفرن، بعد ما طيب نعرفوها طابت نشعلوا لها الفرن من فوق. وها لكم الكيكه تاعنا.
يعني ما تديش وقت، تحضريها في 5 دقائق فقط وتجي روعة، تجي خير من الباتيسري، خفيفة خير من الجينواز، وتوكل كامل العائلة. هنا التزيين يقعد اختياري، انا حبيت ندير شيكولا وكاوكاو، تقدري ديري معجون. انا درت شيكولا مع الكاوكاو، عطاتها نكهة رائعة. وهنا نقطعوها باش تشوفوها، وهاليكم بعد ما قطعناها كما تشاهدوا جات روعة خفيفة اسفنجية. وشو نقولكم، خصوصا اللي ما تنجح لهم، شو نقول لهم تجربوا هذه الوصفة، ان شاء الله راح تنال اعجابكم وراح تعتمدوها. شوفوا شحال كذلك جات طالعة ما شاء الله. وخفيفة. هذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. برك نرجع نذكركم تدخلوا شاهدوا الفيديو، ارجو لايك بعد مشاهدة الفيديو، تعليقكم ارائكم. دائما نقول لكم اي اسئله خلوها لنا في التعليقات. واللي دخل جديد ماذا به يدير لنا اشتراك، فضل منكم وليس امر اكيد. نقول لكم الى اللقاء، الملتقى جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، مطبخ فرح.